كان أبو هريرة رضي الله عنه له مجلس كل يوم خميس ليلة الجمعة يحدث فيه الناس. فجاء، فلما جلس قال: أحرج على كل قاطع رحم إلا قام من عندنا. فلم يقم أحد. قال: أحرج على كل قاطع رحم إلا قام من عندنا. فلم يقم أحد. قال: أحرج على كل قاطع رحم إلا قام من عندنا، فإنا نريد أن ندعو الله وإن أبواب السماء مرتجة، يعني مغلقة، دون دعاء قاطع الرحم. ففزع غلام وقام وذهب إلى عمة كان قد صارمها، يعني قاطعها فترة طويلة، في بعض الروايات صارمها سنين ما ذهب إليها. فقالت: يا ابن أخي ما الذي جاء بك؟ قال: إني كنت كذا في مجلس أبي هريرة وقال وقال. قالت: ارجع إليه فاسأله لماذا قال ما قال. فرجع إليه وسأل، قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأعمال تعرض على الله كل خميس ليلة الجمعة، وإن الله يغفر لكل مسلم إلا اثنين بينهما شحناء أو قاطع رحم لا يغفر الله له. إذن الأعمام والأخوال وأبنوهم وهؤلاء لا يستهين المسلم بقطيعتهم. الله يقول في القرآن، تصور المشهد، هذه عمتك المسكينة العامية التي ما تقرأ الفاتحة، وهذا خالك الفقير اللي يشتغل حارس في مدرسة، وابن عمك هذا الذي يعني معه نصف عقل. هؤلاء الله من فوق 7 سماوات وصاك بهم. قال الله، اسمع القرآن: وآت ذا القربى حقه، فآت ذا القربى حقه. أمر. يقول الله جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ما معنى الآية؟ كثير من الناس يحفظ الآية. ما معنى اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام؟ أي اتقوا الله في الوفاء بما أمركم به، واتقوا الأرحام أن تقطعوها. ولذلك كانت العرب ماذا يقولون؟ يقولون: أسألك بالله وبالرحم. مسألة خطيرة. اسمه ميمون بن مهران إلى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، وقال: أوصني. قال: لا تصحب قاطع الرحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في آيته. لا تصحب قاطع الرحم، لا تجعله صديقا ولا خدينا. رجل يعق أباه، يعق أمه، يقطع أقاربه، لا تجعله لك صديق. فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في آيتين. نحن نقول لا، بل في 3 آيات قد قرأناها عليكم الآن، في البقرة وفي الرعد وفي محمد. نسأل الله العافية والسلام. إذا عرفنا هذا أيها الأحبة، عرفنا أن هؤلاء مهما كانوا في أعيننا بسطاء إلا أن صلتهم عند الله عظيم.